هطلع لك كرش. الفيديو اللي فات انت قلت وانا بعمله بالملي، فانا عندي كرش محترم جدا. اعمل ايه عشان انهي موضوع الكرش؟ اولا فطارك يبقى فطار متكامل، فيه نشويات وفيه بروتين. ماكسيمم الساعه 11 نكون فطرنا بروتين، والتاني جبن وبيض وبطاطس مهروسه مثلا وفول مع عيش والسلطه بتاعتي. اروح شغلي لازم معايا اللانش بوكس المحترم عشان ما ارجعش بالليل الاقي نفسي جعان وابوظ الدنيا في الاكل. نرجع نتغدى غدانا من 4 ل 7. بعد 7 بدقيقتين بنمنع النشويات تماما. لازم اتعشى حاجه خفيفه، مفيش حاجه اسمها ان انا اخد حلويات وسكريات بعد الغدا، دي نمنعها منع بات. لازم مجهودنا الحركي يزيد، لازم ربع ساعه كل يوم. بنصح كل الناس بيها. جري في المكان بانتظام مش هقدر، يبقى نص ساعه ماشي خطوه سريعه كل يوم. لازم نهتم قوي بوصفات رفع الحرق اللي اخدها على مدار اليوم بتاعي. لازم اشرب ميه كتيره جدا في يومي. هقول لكم في الفيديو الجاي على مشروب الام سي تي اللي هيمنعنا ويقلل لنا فرص حدوث الكرش بطريقه مذهله.